عجائب الملكات عبر التاريخ. أول ملكة تحكم شعبها بعد موتها. ملكة بلجيكا فاندن أمرت بسجن حلاقها الخاص مدة 3 أعوام حتى لا يعلم أحد أن الشيب قد ملأ شعرها. الملكة البريطانية فيكتوريا أمرت برش شوارع مدينة كوبنرج الإنجليزية بماء الكولونيا احتفالاً بزيارتها هي والبرنس ألبرت لها عام 1845. الملكة آن بيرلين زوجة الملك هنري الثامن كانت تلبس القفاز بصفة مستمرة صيفاً وشتاء، وذلك لتخفي إصبعاً سادساً من يديها. الملكة كاترين العظمى كانت إذا أرادت أن تدخل البهجة على نفسها أمرت أن تدغدغ من أقدامها، وكانت تشرب في إفطارها 5 أكواب من القهوة. الإمبراطورة ماري تريزا إمبراطورة النمسا كانت من أسعد الأمهات، إذ كانت أماً ل16 ولداً وبنتاً، وكان من بينهم إمبراطوران و3 ملكات. لوليا بولينا زوجة قيصر كاليغولا كانت ترتدي أثواباً لا يقل ثمن الثوب الواحد عن 200,000 دولار، إضافة إلى عقد اللؤلؤ الذي كان يبلغ ثمنه 3.5 مليون دولار. الملكة إنزا كاستور زوجة بيدرا الأول ملك البرتغال اغتالها أحد الأفراد، فلما أصبح زوجها ملكاً أخرج جثتها من القبر ونصبها على العرش، وقال لشعبه أنها ملكة البرتغال، فأصبحت أول ملكة تحكم شعبها بعد موتها. الإمبراطورة موتشيه ثيان كانت خادمة في القصر الإمبراطوري في الصين، وأصبحت بعد فترة إمبراطورة الصين بعد أن قتلت أختها وأخاها وأمها والإمبراطور. الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث كانت لا تلبس حذاء مهما غلى ثمنه أكثر من مرة واحدة. إليزابيث إمبراطورة النمسا كانت لا تنام إلا بعد أن تلف وسطها بمنديل مبلل بالماء، لاعتقادها أن هذا المنديل يحفظ لخصرها الرشاقة والنحافة. الملكة كريستيان إيرهاردن ملكة بولندا ظلت ملكة لمدة 30 عاماً، منذ عام 1697 إلى 1727، علماً أن قدماها لم تطأ بولندا أبداً.